ما بتعرفش تقول كلام حلو اعمل تصرفات حلوة. ما بتعرفش تواسي طبطب. لو عيبك انك عصبي حاول تغيره. ما عرفتش تغيره اعتذر عنه. لكن انك تدور على حد يحبك زي ما انت كده من غير ما تجتهد ولا تحاول تشتغل على نفسك هتبقى عامل زي صاحبي اللي حكيت لك عنه كده، مستني الشركة تقبله من غير ما يقدم اي حاجة. خليك فاكر ان قلوب الناس زي بيوتها، لو ناوي تدخلها لازم تحترم حق الضيافة. عشان حد يحبك بدون اي سبب للحب، او بمعنى اصح عشان حد يحب شخص ما يتحبش، دي حالة محتاجة حل من اتنين عشان تتحقق، يا معجزة يا حد عنده خلل في منظومة المشاعر والإدراك. لكن في الظروف الطبيعية ده مش هيحصل. السلام عليكم. واحد صاحبي كان عنده انترفيو كده في شركة، وكنت قايل له يكلمني بعد ما يخرج عشان يطمني عمليه، اصل انا عارفه ما بيسترش. المهم سألوه بتعرف تتكلم انجليزي كويس؟ قال لهم واتكلم انجليزي ليه؟ هي الشركة ليها فروع في نيويورك، ده انتوا في طلعت حرب. قالوا له طب بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ قال لهم اه بس بشتم. قالوا له طب ممكن تشتغل اوفر تايم؟ قال لهم اه بس بحاسبن. قالوا له طب بتغيب كتير؟ قال لهم على حسب، انا لسه بقى ما اعرفش خالي هيموت كم مرة في الشهر. قالوا له طب عندك خبرات سابقة في الشغل؟ قال لهم ولما انا هاجي لكم بخبراتي انتوا هتضيفوا لي ايه بقى؟ بس. وخلص الانترفيو. وانا بقى مش هقول لك ايه النتيجة، انا هسيبك انت تتخيل. انت هتتخيل سيناريوهات كتير قوي. قالوا له تمام سيب رقم تليفونك وهنبقى نكلمك، وطبعا محدش كلمه ولا هيكلمه. قالوا له انت مرفوض وادوها له في وشه صايمة. جابوا له الامن يرميه في الشارع. اي سيناريو